حجيتكم ما جيتكم. حكايتنا اليوم اسمها يا قاتل الروح. قال لك يا سيدي، في قديم الزمان كان فيه رجل فقير عايش هو وزوجته في كوخ صغير. وفي نهار الشتاء برد ومطر، ما كانش عندهم حطب يدفوا به روحهم. وهو في الغابة، سبحان الله، لقى عنقود عنب يلمع كالياقوت في عز الشتاء. مراته على طول قالت له: خدوا هدية للسلطان، يمكن يكافئنا بشي يفرحنا. الراجل ما كذب خبر، وعلى طول راح على قصر السلطان بالهدية. قدم الكيس للسلطان وحكى له كيف لقى العنب في غير وقته. السلطان شك في الموضوع وسأله: متأكد إنه ده عنقود عنب؟ الراجل حلف له، فالسلطان قال له بحزم: طيب طلعها بنفسك من الكيس. مد الراجل يده في الكيس، ويا لهول الصدمة، وجهه أصفر وتغير لونه. يا لطيف، اللي في الكيس ما كان عنب، كان راس إنسان مقطوع. السلطان غضب غضب شديد، وأمر الحراس يضربوه لحد ما يعترف بالحقيقة. بعد ما انضرب شاف الراس كويس وقال: الصدق منجاة، هعترف بكل شيء يا مولاي. وهنا أعترف بجريمته القديمة، إنه قتل ولد جاره بسبب خلاف على قطعة أرض. وهنا افتكر كلام الولد الصغير قبل ما يموت، كلام وقتها ما فهمته أبداً. الولد كان يقصد الملك الكبير هو الله سبحانه، والملك الصغير هو أنت يا مولاي السلطان. شجرة العنب المعجزة كانت مجرد علامة من ربنا عشان يكشف الجريمة. بعد الاعتراف الكامل، حكم السلطان كان سريعاً وحاسم: يا سياف، اقطع رأس هالكلب. وهكذا كان الجزاء من جنس العمل، رأس مقابل رأس، ودائرة العدل اكتملت. وهي دي العبرة، يا قاتل الروح وين تروح، دم المظلوم عمره ما يضيع.